السلام عليكم واحلى تحية حب اللي احنا متابعين. بقول لكم قشر البرتقال مهم جدا، وقلت لكم في الفيديو اللي فات اوعوا ترموا اي حاجه من قشر البرتقال. النهارده هنعمل منه صابون خطير، ريحته جايبه الاخر، الشقه جميله ومفيد. اهي العجينه اللي احنا عملناها مع بعض اهي موجوده، فنستخدم منها لقشر اللهم صل على سيدنا محمد للصابون. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب الطبق بتاعنا اللي احنا شايفينه ده، وهنستخدم فيه حاجات نعملها بالترتيب زي ما احنا هنشوف، وهناخد معانا منه احلى صابون. طب لو ما عملتوش عجينة زي كده، هتاخد البرتقال بتاعك، القشر بتاعك، وتحطيه في المية على البوتاجاز يغلي شوية حلوين، يستوي خالص، بعدين تسيبيه يبرد وتضربيه في الخلاط. تمام، سهل كده سهل كده. لو عايزة ترجعي للفيديو اللي قبل دوت وتشوفيه عملت ازاي، مفيش اي مشكلة، اعمليه زي ما انا عملته برضو. حلو جدا. وهعملكوا زيت البرتقال خطير جدا. معايا هنا معلقتين او 3 نشا البودرة. عارفين النشا الذرة، نشا عادية خالص اللي احنا بنستخدمها في المهلبية والحاجات دي. فهناخدها كده. في ناس بتعمل ايه، تاخد النشا دي وكوباية المية اللي احنا ننزلها دي، تقلبهم وتدوبهم مع بعض وتضربهم وتحطهم على النار يتقلوا عشان يديكوا القوام بتاع الصابون اللي بره. تمام، مع اننا احنا مش هنبيع، فاحنا ايه هنعمله على زي ما احنا عادي كده على البارد. لو عايزين ندوبهم حلو كده، لو عايزه القوام اللي بتشتريه من بره اعملي زي ما بقولك كده، حطيهم على النار وسيبوهم يغلوا، يتقل زي ايه المهلبية كده، تروحي ايه ضربهم برضو شوية تاني وتروحي حطهم وتكملي الوصفة. معايا هنا بوتاص، مادة كاوية كده بتتباع عند بتاع الصابون بجنيه او ب2 جنيه بالكتير، تجيبيها تاخدي منها معلقة دي علشان تنضفي، تخلي المواعين تلمع. هي دي المادة اللي هتخلي لك المواعين تنضف الصراحة. لو ما حضفتهاش مش هتعملي يعني مش هتنضف كويس قوي يعني. خلاص، بتدوبيهم كده بشويه ميه، بس تخلي بالك من ايدك. هي ماده بكاويه بس مش بتحرق قوي يعني، فاهمين؟ بس لو جت على ايدك لازم تغسلي ايدك. انا عندي هنا اني عامله الزبده اللي بقول لكم عليها دي، العجينه يعني. هناخد منها كميه اللي احنا عايزينها، هضيف شويه شويه لما احتاج هضيف. تمام، هضيف كده عليها القشر البرتقال اللي احنا عملناه، وملح الليمون اللي احنا عملناه مع بعض برضو بينضف. وقلنا الوصفات كتير بيتعمل من الملح الليمون، منها الوصفة دي. تحطوا كده بقى ايه، نضيفوا البطاص ماشي، بتتفاعل شوية كده زي ما انتوا شايفين. احنا كل حاجة بنستخدمها ب... مش بايدينا يعني. اهم حاجة التقليب. هنحط بقى ايه ربع فنجان صغير كده من الصابون السائل، اي نوع من الصابون السائل عندنا بتضيفيه عليه برضو يديكي ريحة. احنا عندنا ريحة البرتقال، مش محتاجين ريحة حتى لو من غير ريحة. عندك اللهم صل على سيدنا محمد. هي عشان الوصفة تكمل نحط كده معلقتين او فنجان صغير خالص بتاع القهوة ده على على الحاجات اللي احنا حطيناها، فندوبهم مع بعض. ممكن بقى لو عايزة ايديك تلمع تكون ناعمة وزي الحرير كده، وانت بتغسلي المواعين
هو عمر بيساعدني اصلا ومضايقني عمال يلعب معايا. تمام. وهجيب جريسلين من الصيدلية ونضيف عليه نقطتين 3 4 حسب ما انت عايزة، عشان وانت بتغسلي المواعين تبقى ايديكي بتلمع وجميلة. بس هو كده الصابون بتاعنا اتعمل. ممكن كمان تضيفيه مع شوية من على الغسيل، بيدي ريحة حلوة قوي، وينضف الغسيل مع الاريال حلو قوي برضو. بس خلينا في الصابون احنا بنستخدمه في المواعين، ونحطه في ازازة بقى ونستخدمه حلو جدا. طب لو عايزين نجربه حاجة بسيطة اوي هوريها لكم. هت وريني الرغوة بتاعته بسيطة جدا. السفنجة اهي، نعصره كده كويس، اعصرها جامد ما فيهاش اي حاجة اهي. و الرغاوي اللي بتطلع من الصابون طبعا حلوة جدا. الكوبايات والطباق حلوة قوي، وكمان لو غسلت بيه حلل طالما عملتيه بالطريقة اللي احنا قلناها خطيرة. بصوا يعني احنا بس حطيناها وشلناها صح. فانتوا شايفين اللي انتوا جربوا مش هتخسروا حاجة. انتوا خسرتوا ايه؟ ما خسرتوش حاجة. حاجة بجنيه من البطاس ده، والحاجات كلها في البيت يعني بسيطة جدا وسهلة. يعني ممكن تعملي منها مشروع اللي هو عايزة تبيعي صابون كمان. بس تعملي بقى الكمية لو هتعمليها تجيبي ايه بقى، النشا وتحطيها على النار وتتقل تبقى قوام اللي بتشتريه من بره. خلاص، بس عشان ده خفيف شوية يتقل معاكي الصابون. فاهمين؟ نحطه بقى في الازازة ومش محتاج يزود، ونستخدمه كده على طول. بس خطير على فكرة، يعني شوية صغيرة كده يغسلولك كل المواعين. تمام. بس على فكرة ممكن تضيفي مية كتير، بس ايه يعني ايه وسائل قوي يعني. فاهمين؟ عشان انا ما حطيتش النشا على النار. خلاص. والطريقة دي يا رب تكون عجبتكم، وانا بقول لكم كل حاجة بأمانة. لو عجبكم الطريقة متنسوش يا جماعة اللايك والشير والاشتراك في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم.